الأمان بيختلف من مكان لمكان ومن شخص للتاني، واكتر شخص هتحس معاه بالامان ده وهي امك، ودي حاجه كلنا عارفينها ومتاكدين منها. لكن الموضوع هيختلف شويه. ليه؟ لاني هكلمكم فيه عن واحده من اقذر الامهات بالعالم، ده لو ما كانتش هي حرفيا الاقذر، وعن الحقيقه اللي كانت مخبياها عن الكل واللي هنعرفها في مقطع النهارده. فلو حابب تعرف مين هي الام دي وايه اللي عملته وايه اللي خلانا نقول عنها انها اقذر ام بالعالم، خليك معايا لاخر المقطع. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل. معكم دراكسلر، رجعت لكم بفيديو جديد. واخيرا يا جماعه بعد عناء كبير جدا مع اكونتاتنا اللي بتتحظر على التيك توك، ده اكونت جديد انا عملته حرفيا بنزل عليه بقالي فتره كبيره، والمحتوى اللي عليه مش بينزل هنا. فكل اللي انا طالبه منك ان انت بعد ما يخلص المقطع ده تروح على التيك توك وتتابعني هناك عشان تشوف الفيديوهات الجديده اللي حرفيا افكارها هتجننك. بس كل ده بعد ما نخلص قصه مقطع النهارده. وبالمناسبه السعيده دي انا قررت اعمل لكم اكتر مقطع انطلب مني الفتره الاخيره دي، وهي قصه شاندا فان إيريك. فمن غير ما نرغي ونتكلم كتير، بالمقدمه كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك واي سناكس انت بتحبها مكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. اقذر ام كدابه ممكن تشوفها بحياتك. قبل ما ابدا يا جماعه حابب اقول لكم ان القصه حرفيا هيكون فيها تفاصيل واحداث كده، يعني ممكن تكون صعبه عليكم وفي البعض منكم مش هيستحملها. هي مش عنيفه قوي لكن التفاصيل بتاعتها صعبه، فلما تشوف علامه زي كده سكيب الجزئيه دي لغايه ما تختفي. القصه كلها هتبدا بالولايات المتحده، وبالتحديد ولايه ميشيغان، مع صاحبه ال 44 سنه شاندا فان إيريك. شاندا دي يا جماعه ما عندناش اي تفاصيل عن طفولتها وكده، لان طفولتها كانت عاديه ومفيش اي احداث غريبه حصلت فيها، لكن اتخرجت من جامعه قانون وبعدين اشتغلت محاميه، وفي سنة 2004 اتجوزت من واحد اسمه إيريك فيريكسون، واللي أنجبت منه 4 أطفال: تيمسي، ميلي، نولان، بول. وفضلوا يا جماعة مستمرين على الحال ده فترة كبيرة جدا لغاية ما جوزها انفصل عنها. ليه؟ بسبب إنها اكتشفت إن جوزها بيحب واحدة صاحبتها، وتقدروا كده تقولوا إن هو كان بيخونها، فانفصلوا عن بعض. وللمعلومة جوزها ده اتجوز صاحبتها في النهاية وأنجب منها أطفال. لكن المهم مش ده موضوعنا. بعد انفصالهم المحكمة قالت إن الأطفال هيكونوا في حضانة الأب إيريك، لكنهم بطريقة ما فضلوا موجودين مع الأم شاندا. والأخ الرابع ده كان كبير بما فيه الكفاية فكان عايش لوحده. وبتفضل شاندا دي يا جماعة مستمرة مع أطفالها، وحياتهم كانت لذيذة جدا، وده على حسب كل جيرانهم واللي كانوا بيقولوا إنها كانت مهتمة بيهم بطريقة كبيرة جدا. وحتى لو عايزين تتأكدوا من ده تقدروا تروحوا على أكونت الفيسبوك بتاعها، واللي هتلاقوا عليه صور جميلة جدا وفيديوهات ألطف ليهم مع بعض، واللي هتشوفهم من بعيد كده تقول عنهم إنهم أسرة مثالية. لو حتى بجانب كل ده كانت فاتحة قناة على اليوتيوب بتعرف الناس من خلالها ازاي يهتموا بكلابهم وكده، وكانت دايما تتكلم على ان اسرتها اهم حاجه عندها. وبعد فتره يا جماعه من كل ده قررت انها تتجوز للمره الثانيه. من مين؟ من واحد كده اسمه ادم. ادم ده يا جماعه قدرت انها تتعرف عليه من خلال الانترنت، واللي على طول بعد ما تقابلوا وشافوا بعض قرروا ان هم يتجوزوا. طبعا انا على كده شايفكم بتقولوا هو انت ايه يا دراكسلر، ايه دخلك في الاسره دي وايه اللي خلاك تتكلم عنها في المقطع ده؟ ما هي اسره جميله وزي العسل اهي. انت عبيط يا اسطى، انت حرفيا يا جماعه بتعصبوني. ازاي بتتفرجوا عليا بقالكم 3 سنين؟ ما هو لازم كده البدايه تكون جميله. ليه؟ لانكم يا جماعه ما تعرفوش الجانب المظلم اللي كانت مخبياه الام شاندا دي عن كل الناس، وحتى عن السوشيال ميديا وعن قرايبها، واللي كل ده هنعرفه بعد ما بيجي بلاغ للشرطه في 6 يوليو سنه 2022. I'm Officer Stefanich. Right now we got some people coming over to talk to you, okay? You have another son inside the house? I do. You said the last time you saw him was 5:30 this morning? Yeah. Did he say anything? He had fallen out of bed. At 5:30? Yeah. I wasn't super awake. I heard a thump, and I came down, and he's kind of laying on his side, kind of like, what the heck? I reached out, and I'm sorry. That's all right. Sorry. Oh my God. زي ما شفتوا يا جماعه من تسجيل الفيديو اللي كانت مسجلاه كاميرات الشرطه، وشاندا وهي بتتكلم معاهم وحرفيا كانت بتبكي، وكانت بتقول لهم انها صحت من النوم لقيت الولد تيمسي ابنها الصغير واقع على الارض وميت. لكن الغريب هنا الشرطه لقيت ان شكله مش طبيعي وعليه اثار تعب، وام شاندا بتقول ان هو مات لوحده. فيا ترى ايه الحقيقه؟ تيمسي كان عنده وقت وفاته 15 سنه وكان مصاب بالتوحد، وشاندا دي كانت بتعامله اسوأ معامله، وعلى اي غلطه كان بيعملها حتى لو كانت بسيطه زي ان هو يوقع معلقه او يكسر حتى كوبايه، عن طريق انها تخليه ينام على الارض في المكان الصغير ده، او حتى تخليه ياكل شطه او اكل متجمد. ده حتى يا جماعه في بعض الاحيان كانت بتعاقبه لاسباب تافهه جدا، زي ان هو مثلا من الجوع كان بيصحى بالليل لما كانوا كلهم بيكونوا نايمين وبيتسلل للغرفه اللي فيها التلاجة وبياخد منها حاجات علشان ياكلها. فكانت الام لما بتعرف
كل ده بتروحوا بتضربوا علشان هي بس قايله له ما يروحش لما الحاجات دي. ده لدرجه ان يا جماعه وزنه في الوقت ده كان 69 رطل، يعني حوالي 40 كيلو بالظبط، ودي حاجه غريبه جدا على طفل عنده 15 سنه. فده هيعرفكم قد ايه كميه المعاناه اللي كان بيعيشها الطفل تيموثي مع الام شاندا. وطبعا يا جماعه كل الكلام اللي انا بقوله ده اكيد مش من دماغي. ليه؟ لان الشرطه لما راحت البيت بتاع شاندا وفتشته وكل حاجه اكتشفوا فيه كميه كاميرات كتيره جدا كانت شاندا حطها في البيت بس علشان تراقب بيها تصرفات ابنها الصغير تيموثي، علشان لما يعمل حاجه غلط تعاقبه. فلما الشرطه فرغت الكاميرات دي اكتشفت كل اللي انا بتكلم عنه ده كان متسجل بالكاميرا، والام شاندا وهي بتعاقب ابنها. لكن المشكله التسجيلات دي الشرطه ما طلعتهاش للاخبار، هي بس اكتفت انها تشرح اللي كان بيحصل فيها. وطبعا دلوقتي في كتير جدا منكم بيقول طب هو مش كانت متجوزه واحد اسمه ادم؟ هو فين ادم من كل ده؟ ليه مش بيدافع عن الطفل الصغير مثلا؟ الموضوع بكل بساطه ادم ده كان فعلا بيدافع عن تيموثي الطفل الصغير ده، لدرجه ان هو حتى كان بيقول عنه ان هو طفل لذيذ جدا ولطيف، وكل مشكلته في الدنيا دي ان هو بس عنده مرض التوحد، واللي كان بيخليه يعمل في بعض الاحيان غلطات بسيطه ما يستاهلش عليها كل العقاب ده. طيب يعني يا دراكسلر ايه اللي حصل في الاخر؟ ادم ده انفصل عن الام شاندا من غير ما يطلقها بسبب المشاكل وكميه التعب اللي كانت بتعذبه للابن تيموثي، وحتى ما كانش قادر يكلم الشرطه لانه في الفتره دي كان تعبان بمرض سرطان الدم، فكان طول الوقت مشغول وموجود في المستشفى. والموضوع مش هيقف عند شاندا وبس، بل بالعكس لو دخلت على التيك توك وكتبت اليوزر نيم ده حرفيا انت هتلاقي مين؟ هتلاقي بول اخو تيموثي الكبير، واللي هتلاقي ان هو واضح عليه من الفيديوهات ان هو شاب لطيف جدا وطيب بطريقه كبيره. لكن كل ده حرفيا كده، لان دي مش الحقيقه بتاعته. ازاي؟ لان تسجيل كاميرات المراقبه يا جماعه بيكشف لينا برضو ان الولد اللي اسمه بول ده اللي هو ابن شاندا الكبير كان بيشاركها في تهذيب الطفل الصغير تيموثي. لانكم طبعا زي ما انتم عارفين ان في امريكا والولايات المتحده وكده ما ينفعش طالما عندك طفل صغير ان انت تسيبه في البيت لوحده، لازم يكون معاه شخص كبير حتى لو كان اخوه ايا يكن مين هو. فشاندا لما كانت بتروح الشغل او بتروح تعمل اي مشاوير هي عاوزه تخلصها كانت بتسيب مين ياخد باله منه؟ بول، اللي كان بالتالي هو ضربه. ومن خلال تحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبه قدروا ان هم يعرفوا ان الطفل تيموثي ده مات بعد ما امه اتعصبت عليه وابتدت تضربه وراحت تعاقبه علشان غلطه عملها، وحطته في بانيو لمده 6 ساعات كانت فيه ميه متجمده، واللي ادت في النهايه لوفاته. فبعد كل ده طبعا الشرطه قررت انها تقبض عليهم وتوديهم للمحكمه، واللي حرفيا هم الاثنين انكروا كل اللي بيحصل ده، لكن تسجيل كاميرات المراقبه فضحهم. وفي النهايه القاضي حكم على الام شاندا اللي كانت بتتهرب من المسؤوليه دي بان عندها امراض وADHD وحالات نفسيه وكده، حكم عليها القاضي بالسجن مدى الحياه، وابنها بول بالسجن لمده 40 سنه، واللي كان دايما بيقول للقاضي ان امه هي اللي بتخليه يعمل كده. لكن اللي متعرفوش يا جماعه ان المحكمه قدرت انها توصل للمحادثات الخاصه ما بين بول وامه شاندا، واللي كشفت حقيقتهم، كشفت ان بول هو اللي بيعمل كده من نفسه اصلا. وفي النهايه اتمنى تكتبوا لي تحت في الكومنتات هي ليه الام شاندا كانت بتعمل كده مع ابنها تيموثي، واكتر كومنت حرفيا هيكون عقلاني شويه واخد عدد لايكات كبيره جدا هثبته في اول كومنت. تنزلوا اكتبوا رايكم تحت، وما تنسوش تتابعوني على التيك توك، وده مقطع جامد جدا اليوتيوب بيقول لك خد اتفرج عليه، اختار براحتك بقى.